انك تجرأت زعما على البخاري اللي هو امير المؤمنين في علم الحديث. راه حتى القرآن فيه أخطاء لغوية، يعني عض حاشاك الذكر ديال باك الرسول سيأمر بفعل هذا الشيء في صحيح البخاري، وهذا من النكت الجميلة اللي قل من يعرفها، وربما أول مرة غنهضر عليها، ولكن أنا على استعداد وهكا نقولها أمام الملأ لمناظرة أي شخص بغيت تناظر مع رشيد أيلان. ما كاينش إسلام واحد، كاين إسلامات. قول أعوذ برب الفلق وقول أعوذ برب الناس، ماشي قرآن، هذوك أدعية. الشخصيه ديال محمد انه من الاساطير وماخوذه من الزرطشيه واليهوديه. فالفكرة بحال مثلا مجموعة أجناد البغدادي اللي كانت غتحاول تقتلني. شنو الرأي ديالك في الحريات الفرديه ومن بينها المرتد والمثليه الجنسيه؟ صدمة كبيرة. السلام عزول، مرحبا بكم في بودكاست شادين ستون. اليوم عندنا واحد الحلقه، واحد الابيزود ماشي كما الحلقات اللي قبل القديمه. اليوم معنا السي رشيد ايلال. السلام السي رشيد، لاباس عليك؟ مرحبا بك سيدي، الله يبارك فيك. شي مزيان؟ الحمد لله. بغيت بعدا نشكرك على لاكسبتاسيون، على القبول ديالك ديال الدعوه ديالي. العفو، شرف لي يا استاذ. وشكرا، واخا راك عيان شويه تحاولوا باش نديروا هذه الحلقه باش الناس يستافدوا. مرحبا. سي رشيد، واش المكافاه اللي كانوا عطاوها زعما اللي يخرج انه يخرج الرد على الكتاب، واش خرج ما خرج، فين واصل؟ باقي كيتسناو الناس باقي كيتسناو حتى حد ما فاز ب10 الملايين سنتيم اللي كان عرضها صاحبنا من وجدة، رئيس المجلس العلمي بن حمزه، وجدة الشيخ بن حمزة. 10 الملايين باقي ما فاز بها حتى حد، وهذا دليل يعني بطريقة غير مباشرة أن حتى حد باقي ما قدرش يرد على الكتاب، لأن يكون رد شي حد على الكتاب كون فاز ب10 ملايين. واش ما قدش يرد الكتاب، ولا اللي كيقول انه ما يستاهلش انه يترد عليه؟ ايوا اش غنقول لك، هي محاولات للردود تمت، لان ملي كنقولوا لا يستحق ان يرد عليه ما يتالف حتى كتاب فرد عليه او فيديو فرد عليه، بل الفت كتب سواء داخل المغرب او خارج المغرب، بل هناك الناس اللي داروا بحوث تاع الاجازه وديال الماستر في كتاب صحيح البخاري نهايه الاسطوره في الرد على كتاب صحيح البخاري الاسطوره. وهناك بعض الرسائل سواء في المغرب او خارجه اللي تمت يعني في إظهار شنو هو الجديد اللي جاب فيه كتاب صحيح البخاري نهاية الأسطورة، ولكن معظم الرسائل كانت في الرد. فالردود كانت، ولكن لم يستحق أحدها الفوز ب10 ملايين ديال الدكتور بن حمزة، وهذا دليل على أنهم لم يردوا. تنقول لم يرد يعني لم يقم، ماشي ما قامش بالرد، لا ردوا، بل ولكنهم لم يفلحوا في الرد، ما قدروش، لان مشكلتهم دابا اللي مطروحه عند هاد الناس ديال اللي متعلمين في ما يسمى بالعلوم الشرعيه. راه الا خرج على علم اصول الفقه ولا علوم التفسير ولا علم الجرح والتعديل، علم اصول الحديث، راه ما يقدرش يرد خارج هذا الاطار. قوه كتاب صحيح البخاري نهايه الاسطوره لم يعتمد على هذا في التعامل مع الكتاب، بل اعتمد على الكوديكولوجيا، علم المخطوطات، وهذا علم ما كيعرفوا فيه هاد الناس راه والو، ما مكونينش فيه. فانت ملي كتناقش معاه المخطوطات وكتناقش معاه بآليات علميه دقيقه جدا، هو كيجي تيقول لك رجال وثقات، يعني تيناقش معك الاسانيد وتيناقش معك شي حاجه كلها اسطوره، كلها خرافه، ما بنياش على اسس يعني انت كتهضر على صب الموضوع، العمق ديال الموضوع هو اللي كيتبنى به داك الشيء، هو كيهضر لك على داك الشيء اللي مبني. جميل، هذا هو الخلاصه. يعني كيجي مثلا عندك تهضر ليها ودي هذا الكتاب هذا ما مدى اصالته بعدا، واش فعلا البخاري اللي الفو، ايمتى ظهر هذا الكتاب تاريخيا، ايمتى تطور هذه المخطوطات، واش اول مخطوطه مع 300 ولا 400 سنه واش بقات هي ولا التغييرات، واش هذه اسئله كتطرحها وكتقدم ادله عليها. هو تيناقش معاك يعني
على اساس انه هو مسلمه، ان كتاب صحيح البخاري مسلمه، يواجه يناقشوا كل حديث على حده، واش فعلا عنده سند متصل للرسول، واش كذا، واش هو ضعيف، واش هذا داخل في البلاغات، واش الاحاديث المعلقه. يعني ما قدرش يخرج من اطار الصندوق اللي تربى فيه وتعلم فيه، اللي ما تطور ازيد من 12 قرن. هذا في القرن الثالث توضع هذا ما يسمى بالجرح والتعديل بعلم الحديث. ايوا رحنا في القرن 15 الهجري، وكي تقاد هذا العلم بين قوسين كلمه علم بقى على نفس الحاله. واش كاين شي علم تيبقى جامد لم يتطور 12 قرن؟ راه ما كايناش هذه. فهو باقي تيقول لك وهذا السيد راه ثقه وخاصنا نصدقوه. وهذه الثقه منين جبتيها؟ عندك شي وسائل علميه كتبت فيها ثقه؟ لا، قال فيه الناس، قال فيه الشيخ فلان وقال فيه الشيخ فلان. صافي لان فلان قال هذاك الراجل راه مزيان، راه هذا يعني انه مزيان، يعني انه شق على قلوب الناس وعرف شكون هو الطالح وشكون هو الصالح. يعني نعم فهمتك السي رشيد، ولكن السي رشيد غادي يقول لك باللي انك تجرأت زعما على البخاري اللي هو امير المؤمنين في علم الحديث، يعني وهذا اللي كيخول انك تجرأت على الشق الثاني ديال الاسلام. شنو كتقول على هذا الرد؟ اولا التجرؤ هو سمه ديال المعرفه، فالمعرفه تتطلب منا شيء من الجرأه، الا غنوليو ايوا اينشتاين راه جاب واحد النظريات معينه، جاب مثلا النظريه النسبيه سواء الخاصه سواء العامه، وما نجرؤوش على اينشتاين ننتقدوا هذه النظريه تاعو، اذا ما عمر هذا العلم غيتطور. فهذا الجانب العاطفي لا يخدم المعرفه لا من قريب ولا من بعيد. الجانب العاطفي ما عمره كيأسس لنا المعرفه، وبالتالي فاحنا مني ورثنا هذا الدين من عند والدينا، راه ما تشاوروش معنا والدينا. راه فاش كي تيتزاد الدري الصغير كيودنوا ليه في الاذن اليمنى وتيديروا ليه وتيقيموا ليه الصلاه في الاذن اليسرى، وهذا ايدان بانه انسان مسلم بز منه. علاش؟ لان والديه مسلمين. ايضا المسيحي مني كيتزاد كيقبطوه تيعمدوه، ايدان منهم انهم صافي راه حطوا فيه علامه ديال راه هذا السيد راه مسيحي. وهلم جرى البوذي واليهودي و كاع جميع هكا، فهم يقولبون هذا الانسان. فالواجب عندما يشب هذا عمر عن الطوق، ملي كيوصل واحد سيغتاناج كيولي قادر على انه يحلل ويناقش، يجب ان يطرح السؤال الحرج والسؤال المحرج على هذا الموروث اللي شد، باش نتيقن فعلا واش هذا الشيء اللي لقنوني والدي واللي عطوني واش هو فعلا صحيح، واش هو فعلا هو الحقيقه التي لا باطل معها، والحقيقه المطلقه التي لا افق اسمى من افقها، وهكذا. اذا لا بد لي باش نكون جريء، ولا بد لي باش نناقش. وانا مني كنعرف ان القران فاش اخر ما نزل فيه هو اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، فاش تم الدين وانتهى الدين واستوى على سوقه الدين؟ واش كان في صحيح بخاري ولا صحيح مسلم ولا موطأ الامام مالك ولا اي من هذه الكتب، وكان الدين كاملا. وقيت فاش نزلت هذه الايه كتقول لنا بان راه الدين كمل صافي، ولكن ما كان حتى شي حاجه، ما كان لا صحيح بخاري ولا صحيح مسلم. اذا كيف يقول القائل ان رشيد ايلال تجرأ على الشق الثاني من الدين؟ وهذا الشق الثاني حسب معلوماتهم هما تيقولوا تالف في القرن الثالث الهجري، واخا المخطوطات تاع صحيح البخاري راه ما كاينه الا في اواخر القرن الخامس الهجري. ما كاينش عندنا صحيح البخاري قبل من هذا التاريخ من ناحيه الكوديكولوجيه، من ناحيه المخطوطات ديال صحيح البخاري لا يوجد الا في اواخر القرن الخامس، يعني ب 239 سنه على وفاه البخاري. وما تيقولوا القرن الثالث. وهاد الناس قعدوا ما يقارب من 300 سنه ودينهم كان ناقص حتى جا البخاري كملوا لهم. هذا كلام فيه خبء، معناه ليست لنا عقول. هاد الناس راه ما كيخدموش عقولهم ملي كيواجهوا واحد الشخص معين اللي ينتقد شي حاجه معينه من الموروث الديني، فتيقولوا لك هذا راه قاص الشق الثاني من الدين وكذا وكذا. ولا جيتي نكون نتعمقوا بشكل اكبر ونكونوا واضحين مع هاد الناس، راه ما كيعتبروش ان قصتي لهم الشق الثاني من الاسلام، لا، قصتي لهم الاسلام في حد ذاته. فإذا كان فقهاء ديال السنه يعتقدون ان السنه قاضيه على القران،
ولات أهم من القرآن، لأنها تقضي عليه وتنسخه، هي قاضية عليه وناسخة لأحكامه. وبالتالي تولي مثلا إلا جيت تسولهم تقول لهم رجم الزاني راه ما كاينش في القرآن، تقول لا ولكن راه كاين في السنة. إذا ولاو هنا أن الحديث أقوى مما ورد في القرآن. ملي كتقول لهم ودي راه القصر في الصلاة في القرآن راه ما كاينش في السفر، بل شريطة الخوف إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. تقول لا ولكن راه القصر في الصلاة راه كاين في السنة، وهكذا. فعندهم الأحكام لاغية لأحكام القرآن، الأحكام ديال السنة لاغية لأحكام القرآن. ففي الإسلام ديالهم اللي كيعيشوا الآن هو إسلام هذه المرويات، وبالتالي فهما تيعرفوا انت اش درتي وتيواجهوك بهذه الطريقه، وتيخاطبوا يعني كيواجهوك بواحد الطريقه اللي كيخاطبوا بها العوام. الهدف ديال رشيد ايلال هو الوصول الى القران، راه بدا بالسنه باش يوصل للقران. بحال زعما هما راه كيحترموا القران وكيعتبروه اصل من اصول التشريع، راه ما كيعتبروش اصل من اصول التشريع، كيعتبروه تابع للسنه. الى ما اختلفت معاه، الى اختلفت معاه الاولويه للسنه. حتى ان محمد حسان عنده واحد الفيديو راه منشور في اليوتيوب معروف، تيقول فيهم وحذاق الائمه على ان السنه ناسخه القران. بل شيخ الازهر في اوائل هذه السنه القى خطاب وقال لهم بان السنه تمثل 3/4 الدين، بمعنى ان الاسلام 75% فيه عباره عن مرويات، عباره عن احاديث، و25% هو القران. وهذا 25% اللي كيهضر عليها هي القران، راه يحشم يقول لك راه 100% السنه، لان هذه الايات اللي في القران اللي كيعتبرها جزء من الدين راه شرط فيها خاصها تكون موافقه للسنه. ولكن ملي كيجيو تيعلموك في اصول الفقه كتلقاهم كيتناقضوا، تيقول لك الكتاب اولا، عاد السنه ثانيا، عاد الاجماع، عاد القياس، عاد شرع من قبلنا شرع لنا، عاد الاستحسان، عاد الاستصحاب، عاد العرف، عاد. ف اصول التشريع شيء، وملي كتجي الواقع التطبيقي كتلقى شيء اخر. فالمشكله عند هادو هو انك قستي لهمش داكشي باش خدامين، باش كيملكوا رقاب الناس، باش كيغتنوا، لانهم تجار دين هما في النهايه. لذلك تيوليو، ولكن في خطابهم تيخاطبوا خطاب اللي باش ينوضوا عليك العامه، وهاد العامه تنوض تهاجمك وتسبك وكذا، لان ما فاهماش اش واقع، ما فاهماش اللعبه اللي كيلعب معها رجل الدين بمعيه الاسلاميين. هذا هو الحقيقه اللي خاصهم يعرفوا الناس. سي رشيد، بغيت نبقى هادشي باش نمشيو حاجه اخرى، ولكن بزاف الشيوخ اللي ناضوا، يعني جو بونس بلا ما نبقاو نذكروا اسماء اللي راه انتريسي بهذا السوجي راه يكون يعرف انك سي رشيد راك جبتيها انك جاهل باللغه، وان بنادم قرا المقالات ديالك سي رشيد وفي اي جمله شافها لقى عندك اخطاء لغويه. اما انك كيقولوا له ان المنصوب يولي مجرور، ان يرفع يولي منصوب، وبزاف الحوايج. وكيف انك كدير هاد الاخطاء غادي تكون مثلا كتعرف فقه العلال ولا بزاف الحوايج، لانك تجي تهضر على امير المؤمنين في الحديث، في علم الحديث. دونك كيفاش انت كدير اخطاء لغويه كبيره وانك غادي تقدر انك تبحث في هذا الموضوع وانك دير هذا الشيء؟ وهو في الحق اذا كان هذا هو المقياس عندهم، راه حتى القران فيه اخطاء لغويه. اذا كان هذا هو المقياس، اذا كان المقياس ديال المعرفه هو انك ترتكب خطا او جوج غير مقصود، او احيانا يكون مقصود، بل جهله هو باللغه وبحقيقه اللغه هو اللي كيجعله يعتقد ان هذيك اخطاء لغويه. فالقران اصلا راه فيه اخطاء لغويه، وكيضلوا الناس تيقول لك اودي راه القران راه فيه، هادو الناس اللي كيهاجموا الاسلام تيقول لك اودي هذا القران ما يمكنش يكون الهي وفيه اخطاء لغويه. بطبيعه الحال هاد قواعد النحو اللي وضع سيبويه وقبل منه ابو الاسود الدؤلي وبعده مجموعه من النحويين بحال الخير بن احمد الفراهيدي وغيرهم، من يحطوا هذه القواعد راه هما الهه. يعني هاد الناس هادو راه لا يخطئون. واذا كنت متبع القناه تاع رشيد ايلال الجاهل باللغه العربيه، عنده سلسله
فيديوهات تنتقد الأخطاء الغريبة اللا منطقية في قواعد النحو عند سيبويه. فكيفاش واحد جاهل باللغة العربية ودير سلسلة مقالات، دير سلسلة فيديوهات لانتقاد قواعد النحو، لإبراز عيوب قواعد النحو. من المضحكات ديال هاد قواعد النحو اللي كيقولوا لنا راه ما كنعرفوش ليها، وهما راه تبارك الله مجهدين عليها، تيقول لك بأن الفاعل هو الذي قام بالفعل، والمفعول به هو الاسم الذي وقع عليه الفعل. أكل الولد التفاحة، فالولد هو الذي قام بفعل الأكل فهو الفاعل، والتفاحة هي مفعول به. جيد جدا. من كيجيو تعربوا مات الولد تعتبروا الولد فاعل. واش هو الذي قام بفعل الموت؟ هو اللي قتل راسه؟ لا، غيقول لك لا، هو راه ضربته شي طوموبيل ولا قتلو، بالك الموت هو اللي نفذ عليه ولا. وعلاش اعتبرتيه فاعل؟ فالإشكالية في الحقيقة راه في عقول هؤلاء الذين يظنون أن رشيد أيلال يجهل اللغة، هو لا، يثور على اللغة بعد أن نعرفها. فكيفاش تخيل معايا واحد يكتب في جنس القصيدة العمودية، القصيدة الفراهيدية، القصيدة ببحورها 16، وما كيعرفش اللغة العربية؟ من المضحكات هو أنني كنت أشدت بواحد القصيدة ديال واحد الشاعر مغربي في إحدى منتديات الدواوين، وجا واحد المغربي كيقري آنذاك أستاذ اللغة العربية في ليبيا، ويقول لهم كيفاش رشيد أيلال يشيد بهذه القصيدة، وهذه القصيدة فيها أخطاء لغوية يعني واضحة، من قبيل إن بعد القول تكسر، ما كتفتحش. ما كنقولش قال أن، خاص إلا قلنا قال خاص تكون إن، لأن دائما بعد القول إن راه خاصها تكون إن. والشاعر قال لا تقل لي أن أهلي، ما قالش لا تقل لي إن أهلي، ويشيد بالقصيدة وبلغتها وبجمالها وكذا. ف يعني كتب هذا في التعليقات وداك الشيء، فاضطريت اني نرد عليه. هو استاذ اللغه العربيه وحاصل على جوج دكتوراه في الادب العربي، ودكتوراه في البلاغه، وتيقري تما في ليبيا. هو الاصل تاعو من جديده. وانا نقول له ودي راه عيب وعار تبدا كتهضر في شي حويجات بدون الغوص فيها. راه سيبويه براسو دابا اللي كتستدل به انت، راه قال بأن فتح أن بعد القول هي لغة سليم، وعندهم بأن لا توجد شي حاجة اسمها إن، هم يفتحون دائما أن، وهي لهجة عربية صحيحة تدخل في تحكيها على أنها لغة سليم، اللي هما قبيلة يفتحون. ثانيا أن القرآن براسو في قراءة الأعمش كيقول قال أنكم، في واحد الآية كتهضر على فرعون وتبدا قال أنكم، فيفتح أن بعد القول. واش القرآن تاهو فيه أخطاء لغوية؟ ثم أنه إذا كانت أن كجملة بمعنى الذكر بعد القول فإنها تفتح ولا تكسر. فالنكاية على يدي تكون أشد أمام هؤلاء اللي كيبداو تيهضروا على أن رشيد أيلال جاهل باللغة، وما تعطيو ولو مثال واحد على جهل رشيد أيلال باش يمكن ترد عليهم. تيقول تيهضر لك بصفة عامة رشيد أيلال جاهل باللغة، وأحيانا علاش كيعتمد على فيديو كيكون رشيد أيلال يرتجل. هو إنسان كيرتجل واحد اللغة ماشي لغته أصلا، فما غاديش يبقى كيعرب في دماغه الكلمات باش يبدا ينطقها، فكينطق احيانا حتى تيكمل الفيديو وكيتنشر الفيديو وكنعاود نصنت ليه وتيبان لي ان هذه راه خاصها تفتح مثلا تنصب وقبتها انا رفعتها او كذا، وهذا لا يضر، لان في النهايه اللغه لاش تخلقت للتواصل، ماشي تخلقت باش نقدسوها ونعبدوها. من المضحكات في النحو هذا اللي كيجيو تيقول لا تقول بان النواسخ الفعليه او النواسخ الحرفيه كتدخل على الجمله الاسميه.
كان واخواتها كتدخل على المبتدا ويسمى اسمها وكترفعو، وعلى الخبر ويسمى خبرها وكتنصبو. وهي تتسمى فعل ماضي ناقص باعتبار انها ما عندهاش فاعل، عندها مبتدا وعندها خبر، في حين ان القران ضد هذا الكلام. هذا كنلقاو في القران حين تمسون وحين تصبحون، امسى واصبح. وامسى شكون؟ تمسون انتم، عندها فاعل، ما دخلش على جمله اسميه. واش المشكله هنا في اللغه ولا في القاعده تاع النحو؟ يعني واش المشكل هنا في القران ارتكب خطا ولا مشكله في القاعده اللي تحطت بعد القران بعشرات السنين؟ هاد الناس هادو هم اجهل الناس باللغه العربيه وبحقيقه اللسان العربي، لان فرق كبير بين اللغه واللسان. بين اللسان العربي اللي هو كيضم مجموعه لغات، وهذا علاش كنلقاو حيت يقول لك ارى القران بلغه عربيه، والقران ما قالش على نفسه بلغه عربيه، لسان عربي مبين. واللسان غير لغه، بحال الدارجه باش كنهضروا دابا، واش هي لغه عربيه ولا هي لسان؟ هي لسان لانها كتضم مجموعه لغات، كنلقاو فيها الامازيغيه، كنلقاو فيها العربيه، كنلقاو فيها الفرنسيه، كنلقاو فيها الايطاليه، الاسبانيه، واحد المجموع بعد الكلمات ذات جذور افريقيه. فهذا لسان. فاللغه القران اللي هي لسان عربي، وان كان معظم المصطلحات فيه جايه من اللغه العربيه، ولكن لا، راه فيه سريانيه وفيه مصطلحات حبشيه، فيه مجموعه ديال اللغات، مجموعه ما. فهذا لسان عربي. في حق الموضوع موضوع طويل وشاسع وكبير جدا. كيبان لك السي رشيد، واش خصك ان باحث انه باش يهضر على البخاري انه مثلا انه خصو يكون متمرس ويفقه زعما فقه العلال كما قالها الشيخ؟ هو بنفس المنهج ما يمكنش تخرج بنتيجه جديده. يعني الا استعملتي هاد الاساليب القديمه ديال الفقهاء في التعامل مع النصوص، راه لن تاتي بغير النتيجه اللي خرجوا بها الفقهاء. حنا في القرن ال21 تطورت العلوم بشكل مذهل، ولات عندنا واحد المجموعه ديال العلوم اللي كتتاهلك، خصوصا علم الاثار، الاركيولوجي، الباليوغرافي، لا فيلولوجي، الكوديكولوجي، وعلم النقاشه، واحد المجموعه ديال العلوم تتضافر فيما بينها، اللي كتولي كتعرف ما وقع قبل ملايين السنين بدراسه الحفريات والمستحدثات، وواحد المجموعه ديال الاثار اللي كنحصلوا عليها وكندخلوها لي لابو اللي كنحللوا فيها هذوك الاشياء بالكربون المشع وغيرها من الوسائل. هاد الوسائل ما بغاوناش نستعملوها. علاش؟ لانها غادي تفضح مجموعه ديال الاشياء الكاذبه اللي تنقلت لنا في تراثنا الشفاهي. لذلك هو تيحاول يحاصرك ويقول لك لا يحق لك انك تناقش صحيح البخاري ولا اي كتاب دين بدون ما تسلح بالمعارف ديال السلف الصالح. وهنا بطبيعه الحال الا تسلحتي بهذه المعارف واستعملتيها، بين قوسين كلمه معارف، اذا استعملتيها راه غادي تخرج بنفس النتائج اللي خرجوا بها القدام. اينشتاين تيقول لك اودي راه بنفس المنهج لن تاتي بنتيجه جديده. خاصك الا بغيت دير نتيجه جديده ونتيجه اكثر دقه، خاص تغير المنهج وتستعمل منهج افضل من هذاك. وهذا هو اللي قمت به، هو انني غيرت المنهج بعد انتقاده، لان انتقدت في صحيح البخاري نهايه الاسطوره وبينت عيوبه، وقلت لهم هذه الطريقه باش خاصنا نديروا، وناقشناها وكذا، وها النتيجه باش خرجنا هي ان هذا الكتاب راه لقيط، راه ما عنده مولاه، راه كل واحد كيجي كيحط فيه داك الشيء اللي بغا، واش بينهم ادله هما اللي محتاجه رد. الا كانوا ضد هذه الافكار يردوا. كاع الناس اللي يردوا تيردوا عليك بالسبان وبالجهل وبو بو بو بو. يعني علاش السي رشيد علاش كيردوا بالسبان؟ هذا المشكل اللي ذكرتيه دابا، انهم كينقصوا من بنادم مثلا انه جاهل فقط حيت مثلا ما حاصلش
على مثلا بكالوريا ولا زعما اجازه ولا شي حاجه، انهم يستصغروا بداك الشخص فقط حيت ما عندوش واحد الشهاده اكاديميه، بلاص انهم يناقشوا ذاك الموضوع ولا يشدوا ذاك الكتاب مثلا الكتاب ديالك، وانهم يحلوه وانهم يردوا عليك بحاجه بحاجه الا كانت ولا اون جينيرال. وهذه طبيعة في الحق عربية. القضية ديال السبان والشتم وكذا هي قضية عربية بامتياز. فالعرب القدام كانوا حتى كانوا هما سادة الشعر، وأفضل ما أنتجه العرب هو الشعر. هذا الشعر كانوا فيهم غرضين مهمين، كاين المدح وكاين الهجاء. ما عندهمش شي حاجة أخرى وسط بينهما. إلى حبك راه يمدحك ويرفعك إلى عنان السماء، الى طلعت لي الدم وهجاك يهبط بك الى الدركات السفلى. فهذا هو حتى علم الجرح والتعديل على ماذا يقوم؟ على تجريح او تعديل الراوي. اما يسبوا يقول لك هذا خفيف الحفظ، ولا هذا غير ثقه، ولا هذا كذاب، ولا هذا مدلس، ولا هذا كذا، ولا يقول لك هذا عدل ضبط ثقه حافظ كذا كذا، يعني مدح وهجاء. فحتى منين تجو منهجيات ما خرجتش على طبيعه العربي قديما. قال لك اوسعتهم شتما وراحوا بالابل. هما جاو داو ليه الابل ديالو كلها، الشفاره داو ليه سرقوه وداو ليه الابل، هو فرحان لانه اوسعهم شتما. ولكن هذا الشتم واش غير من الحقيقه شي حاجه؟ لا، لم يغير. اذا هو في لحظه ضعف، فاللي كيسوقر هو انه يبدا يسب فيك. فهؤلاء مني انت كتلجمهم بالدليل وبالحجه وبالقوه ديال الفكره، ما عندهمش باش يردوا. تيقول لك ايوا عرفتاش نديروا، نشوهوا ليه السمعه ديالو ونحاربوه ونديروا على طريقه فقهائهم. وتخيل معايا الا جيتي تبدا تقرا في التاريخ الاسلامي، هي الفقهاء بعضياتهم ابو ذئب او ابن ابو ذئب، هذا من كبار شيوخ ديال الاسلام. وكان الامام احمد تيقول لك اودي في العصر تاعو كان اعلم عصره، وهذا كان معاصر الامام مالك. افتى باستتابه الامام مالك او يقتل. على قبل فتوى واحد الفتوى فتاها الامام مالك، فهذاك ما تسرطاتيش الفتوى هو يفتي بالقتل ديالو. فهاد الناس حتى بعضياتهم راه كانوا هكا كيديروا. ملي كترجع للتاريخ التراثي الاسلامي الشفاهي، كيفاش كانوا الصحابه يحلوا المشاكل بيناتهم؟ فاش كانوا تيحلوها؟ اما بالاتهامات المتبادله ولا بالسيوف. فشي واحد ورث واحد الموروث بهذا الشكل هكا، كيفاش غادي يكون كيفاش يواجهك؟ فاما ان يشتمك ويسبك ويهينك ويقلل من شأنك، او يجي يذبحك. وهذا ما تقوم به داعش وجميع المتطرفين والارهابيين الدينيين، لان التراث الديني ديالو هذا الشيء اللي فيه. فلا عجب من ينوض مثلا شيخ من الشيوخ ويحاول ينتقص من رشيد ايلال. والغريب في الامر هو راه تينتقص منك لانك ما عندك الشهادات في نظره، لان الشهاده عنده هي مقياس المعرفه. ما دام انت خارج من الثانيه اعدادي التلكاتريا ما عندك، فانت خاصك كنت تقرا وكتهجى، حتى الطلاقه في الكلام ما تكونش عندك. وهو اللي حصل على الدكتوراه الا قعدتيه قدام كاميرا او قدام 50 او 60 الناس يتحدث سيتلعثم. وهذا طبيعي عادي، لان الا ما مولفش وما عندوش واحد الدربه في مواجهه الناس راه غيكون عنده لوطخاك عادي. ولكن تنظروا على المقاييس ديال المعرفه في هذا الاطار. فعنده شيخ تيقول لك محدث العصر اللي هو الالباني، وما كاينش شي واحد من هادو اللي كيضل يسب رشيد ايلال بالشهادات يقدر يطعن في الشيخ الالباني. هذا الشيخ الالباني اش من شهادات عنده؟ راه ما عنده حتى تحضيري. هذا الشيخ الالباني كان ساعاتيا، كان مغني، كان تيصلح الساعات، وكان تيألف الكتب لانه مهتم بالحديث وبالاسانيد وبالجرح والتعديل وكذا، وشي شويه بالفقه، والف الكتب في هذا المجال، ولاو تيقولوا عليه محدث العصر.
هذا الحويني اللي كيقول لك هو الان خليفه الالباني، والسيد راه حاصل على الماجستير في الادب الاسباني، ما عنده حتى علاقه بتهضروا على التخصص، ما عنده اي علاقه بالفقه ولا بالحديث ولا. وشوف الاتباع تاعهم. اذا هما تيكيلوا بمكيالين، كيهضروا على الشهادات وعلى هذه الاشياء فقط لانك من خارج الصندوق، من خارج المنظومه ديالهم. فلو ان رشيد ايلال ارخى لحيه ولبس قميص وقعد تيهضر بنفس لغتهم وتيكفر هذا ويفسق هذا ويضيق على العباد، اش غتكون النتيجه؟ الشيخ العلامه الفهامه رشيد ايلال، وسيتحدثون عن بطولاته العنطريه وعن علمه، وسيعجبون بهذا العلم رغم انه ما عنده الشهادات. اذا الاشكاليه في الحقيقه عند هؤلاء هي اشكاليه ايديولوجيه في حد بشكل اساس. انت كتفكر بطريقه لا يفكرون بها، وكيجيبوا لك مساله الشهادات والحصول عليها كوسيله فقط من وسائل الحرب عليك. والا راه عندهم نماذج في شيوخهم اللي كيقدسوهم وتيعبدوهم ما عندهم شهادات، او على الاقل ماشي متخصصين، ماشي تخصصهم هذاك. اذا فكيفاش انت كتعيب على رشيد ايلال مساله الشهادات وعندك في منظومتك ناس ما عندهم الشهادات؟ والا غنسولوا البخاري براسو ولا مسلم ولاش من شهادات عندهم، اش من شهادات كانوا انذاك؟ واش هذيك المعرفه ديال الحديث وكذا محتاجه لشهادات اصلا؟ راش كيديروا ما عندهم اعلى درجات الناس ديال الحديث هو الحافظ. يعني اش؟ وعاء للتفريخ. شخص حافظ اش قالوا الناس وحافظ الاحاديث وحافظ الاسانيد، صافي تقولك عالم. ما علاقه؟ راه دابا الا قبضنا سيدي ولا كلي يو اس بي وعمرناه غنعمروه بعشرات الالاف من الكتب الدينيه، وغيولي هو اعلم اهل الارض. هذاك اليو اس بي هو اعلم اهل الارض، ولكن واش عنده قدره على الانتقاد؟ هذاك اليو اس بي عنده قدره على التحليل؟ عنده قدره على الاضافه؟ ما عندوش. هكا دايرين شيوخنا مع كامل الاسف. فاليو اس بي اعلم منهم، وهما واحد بحال داك اليو اس بي ديال 1 ميغا امام اليو اس بي ديال 100 ميغا، ولا قولها ديسك دور اللي فيه 2 تيرا ولا 3 تيرا ولا. ولكن باش يمكن نسميو انسان عالم ونسميو كذا، هو غيكون عنده قدره على الاضافه، قدره على التحليل، قدره على الانتقاد، قدره على الابداع. وتاريخيا ان معظم الناس اللي اضافوا للمعرفه كتلقاهم اضافوا للمعرفه الانسانيه، سواء في العلوم الحقه، سواء في الفلسفه، سواء في الفكر، سواء في الادب، سواء من خارج المنظومه الاكاديميه، من خارج المنظومه التعليميه اللي دايره. وعندنا اديسون، عندنا اينشتاين، عندنا مجموعه ديال الاسماء لا حصر لها اللي بدعات وعطات وسميتو، ولكن من خارج المنظومه. علاش هاد الناس تاع خارج المنظومه في الغالب هم الذين يستطيعون ان يبدعوا، هم الذين يستطيعون ان يغيروا، لانهم تحللوا من المنهجيات القديمه، ما مأطرينش بها. لانه كنت قاعد في مقاعد الدرس في الجامعه او في الكل او في الثانويه بيتاثر بالمناهج اللي هي كاينه ولن يبدع شيئا، لان المنهجيه الاكاديميه الصارمه تؤطره. مني هو كيتحلل من هذه الاشياء تيبدع منهجيات اخرى. هذه المنهجيات تعطيه تتمكنوا من انه يعطينا نتائج جديده، كتولي هذيك النتائج الجديده تبهر العالم، تعتمد، وكتولي منهجيه الوصول لهذه المعرفه اللي انتج لنا هذا السيد تدرس في الجامعات، وكتولي هي المعتمده، وهي اللي تمثل الاكاديميه، وهكذا تتطور المعرفه. لكن هؤلاء ما اشكلت مع من غتخاطب، كتخاطب مع ناس اللي هما محشوين، يعني يملا الحشو. الى خديتي مثلا المغني تاع ابن قدامه، ولا خديتي المحلى تاع ابن حزم في القرن الخامس الهجري، وجيتي للقرن 15 وقريتي اي كتاب في الفقه، كتلقاه يعيد ويلوك نفس الكلام اللي تنتج قبل 1000 ولا 1200 سنه. ما كاين اي ابداع. اش من علم هاد الناس قدموا للبشريه؟ هما بغاونا نبقاو دائما فوتوكوبي ديال جدادنا.
حتى أن أحدهم قال لك كل الأمم تلد أبناءها إلا نحن فنلد أجدادنا. كنولدوا الأجداد ديالنا، لأن كي تنولدوا الدري كنبداو كنردوه للماضي وأمجاد الماضي وقراءة الماضي وحفظ ما في الماضي وأقوال الناس الماضي، فهو ما تيعيش العصر تاعو. وهذا الشخص بهذا الشكل هكا ما عمره يقدر يزيد لقدام بالأمة ديالو بالإنسانية. ما بالكش باللي انك كنتي قاصح في الهضره ديالك، مثلا انك كتقول ان كتاب صحيح البخاري ما خصش يكون عند الدراري الصغار، وواحد الكتاب اللي كيكون في المنازل ديال بزاف الناس وكيكون في المكاتب، ماشي قاصحه هذه الكلمه. دابا نقول لك واحد القضيه. لو ان عندك جيتي دخلتي للدار لقيتي ولدك هز كتاب كي فيه امر بقتل شخص معين او فئه معينه او جهه معينه، واش غادي تقبل ولدك يقرا هذا الكتاب اللي كي يعطي امر بالقتل ديال الناس؟ بطبيعه الحال ما كاينش شي واحد سوي غادي يولي يبغي ولده يقرا هذا الشيء هذا. صحيح البخاري فيه مجموعه احاديث غنقولها لك كتامر هكا: من بدل دينه فاقتلوه، من لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من نفاق. تخيل معايا طفل صغير تيقرا بان اللي ما ناضش غزا الكفار يعني غير المسلمين ولا حدد نفسه باش خاصو ينوض يغزي راه هو منافق. واش هادشي خاصو يكون في متناول الاطفال؟ بطبيعه الحال ما خاصوش يكون متناول الاطفال، لان هذا يؤسس الارهاب. ولا كتخيل معايا طفل صغير تيقرا هاد الفتوى في صحيح البخاري عن من يلعب بالصبي اذا ادخله فيه فلا يتزوجن امه. كيلعب بالدري الصغير الا دخلوا فيه يعني مارس عليه الجنس واغتصبوا ما يتزوجش امه. طفل صغير ممكن يقرا هذا الشيء؟ تخلي ولدك طفل صغير يقرا هذا الكلام، او خوك صغير او طبعا الحال ما يمكنش هذا. فانا فقط فرق بيني وبين الاخرين انني صريح. هذاك بولحيه براسو اللي كيقدس هذاك الكتاب اذا لقى ولده تيقرا هذا الكتاب راه غيخاف. هذا الكلام هذا ديال اذا ادخله فيه فلا يتزوجن امه غادي يخاف عليه، غيخاف، لان هذا تيبين بان راه عادي واحد كبير يمارس الجنس على دري صغير. انا ما كنقولش كتاب صحيح البخاري بوحده، كل كتب الفقه وكتب الحديث الدينيه ما خاصهاش تترك في متناول الاطفال. بل انني كنت تحديت واحد المجموعه ديال المرات باش يقرا شي واحد على امه او على اخته او حتى على خطيبته اذا كان تيحترمها بعض النصوص في صحيح البخاري اللي فيها الكلام نابي. اذا سمعتي شي حد كيقولوا في الزنقه غتقزز منه، غتقول هذا غير محترم، من قبيل الحديث ديال فاعضوه بهن ابيه، تقولي اعضد هن ابيك يعني عض حشك الذكر ديال باك. الرسول امر بفعل هذا الشيء في صحيح البخاري. او حديث تاع امصص بدر اللات، لدرجه انني مني درت هذه الحلقه اللي كتهضر على هذه الاحاديث النابيه طلبت من الناس في بدايه الفيديو في العنوان باش يديروا الكيت الا كانوا يسمعوا هذه الحلقه، لانها حلقه ما يمكنش يسمعها ايا كان، لانها فيها نصوص ما يمكنش ما يقبلش انه يقرا. تخيل معايا واحد يقول لك اودي واش يقدر يقرا حديث فيه هذا الكلام على امه؟ بطبيعه الحال ما غيقدرش. اذا هل هو اكثر ورعا من الرسول؟ الرسول ما حشمش يقول هذا الكلام، هو حشم يقوله. فإذا كان هو حشم يقوله وهو يعتقد فعلا بأن هذاك الرسول هو ذو خلق عظيم وأنه راه أولى هذا الرسول ما يقولش هذا الكلام، وبالتالي خاص هذا الكتاب هذا يعاود النظر فيه وتعاود يتنقح ونعرفوا هذا الشيء اللي فيه واش فعلا يليق، أو على الأقل خاصو ما يتركش في متناول الأطفال. نعم سي رشيد، واش كتعتبر ان الكتاب ديالك انه جاب واحد الحقيقه مطلقه اللي كتقول لي ان حتى واحد ما قدر انه يرد انه يجبد لك اخطاء؟ واش الكتاب ديالك ما فيهش اخطاء؟
لا انا ماشي هو البخاري هو اللي ما تيغلطش. اما رشيد ايلال يخطئ بل هو معدن الخطا. غير كنقول بان هاد الشيوخ مساكن غير مؤهلين انهم يردوا. اللي بغى يقدر يرد على رشيد ايلال ويبين الخطا ديال الكتاب تاعو هو عالم كوديكولوجيا، هو شخص كيفهم في المخطوطات اللي يقدر يكتشف بعض الاخطاء المنهجيه اللي ممكن نكون استعملتها في الكتاب. وهذا وارد جدا، وارد جدا انه يكون عندي اخطاء. مؤخرا ناض واحد العالم مخطوطات مغربي، موظف في وزاره الثقافه، موظف كبير في وزاره الثقافه، ودار مقال على الصفحه تاعو في تويتر وفي الصفحه تاعو في الفيسبوك، وتناقل هو مجموعه من الشيوخ بانه حصل على المخطوطه الاقدم في العالم لصحيح البخاري، وهي مخطوطه ديال القابسي الضرير. القابسي هذا كان شيخ عاش في القرن الرابع الهجري في تونس. ديك الساعه كان المغرب واحد، في القرن الرابع الهجري كان المغرب واحد. وقالوا بان هذه المخطوطه كان خداها من عند المروزي، خداها من عند المروزي واللي هو تلميذ البخاري. يعني هذه المخطوطه بينها وبين البخاري عامين اثنين، وبينها وبين البخاري تقريبا 95 سنه. 95 سنه شيء جيد، لان رشيد ايلال في كتاب صحيح البخاري نهايه الاسطورات يقول بان اقدم مخطوطه كترجع بعد وفاه البخاري ب 239 سنه. اذا ها هو ناض عالم مخطوطات وثبت بانه كاين عندنا مخطوطه في عمرها 95 سنه بعد وفاه البخاري، وهذا شيء جيد. وانا كنقول بان ما بين البخاري والصحيح ديالو 6 الاجيال. هذا السيد اللي هو عالم مخطوطات عز الدين الثوري تيقول بان بين البخاري وهذه المخطوطه عالمين اثنين، يعني جيلين اثنين فقط، وهذا شيء جيد. انا مني حصلت على هذه المعلومات كان اتصل بيا الصديق محمد المسيح وقال لي ودي راه الدكتور عز الدين الثوري راه لقى شي مخطوطات وكذا وكذا وكذا، وهذا راه كيضرب في داك الشيء اللي وصلت اليه. والواجب يقتضي انني نخرج طبعه جديده ونعتذر على الخطا اللي وقعت فيه في الكتاب، رغم ان حتى مخطوطات كترجع ل 95 سنه بعد وفاه البخاري راه ما كتعنيش انها معاصره للبخاري او انها ديال احد تلامذه البخاري، بل تلميذ البخاري، يعني في الجيل الثالث. ولكن انا كنقول 239 سنه وهذا السيد تيقول 95 سنه، فهذا خطا في الكتاب. ولكن شكون اللي يقدر يصحو؟ عالم مخطوطات. ولكن انا ماشي من ذاك النوع اللي فقط راه عالم مخطوطات انقدسو، راه انا ماشي عندي شهادات وهو دكتور في علم المخطوطات وكذا وراه جاب الصحيح. فالواجب يقتضي ان امحص حتى هذا الشيء اللي قال هو، وفعلا هذا الشيء اللي درت. بحثت واشتغلت على ديك المخطوطه مزيان، لقيت بان هذيك المخطوطه اخطا خطا فادح في تقدير تاريخها هذا العالم المخطوطات المغربي، ولقيتها بانها بينها وبين البخاري ازيد من 800 عام ماشي 95 عام. ودرت فصل جديد، طبعه جديده في الكتاب، ودرت فصل جديد سميته هذا صحيح البخاري نهايه الاسطوره من طبيعه الحال عنوان الكتاب، نسخه منقحه ومذيله بدراسه لمخطوطات القابسي. وجبت فيها مجموعه من الادله الكوديكولوجيه اللي كتثبت بان المخطوطه مستحيل تكون ديال القابسي وانها تعود الى القرن الرابع. من ضمن الادله القويه اللي قدمتها هو انها فيها نقول من كتاب فتح الباري اللي مدة القرن التاسع الهجري 842 هجريه. فكيفاش واحد المخطوطات تكتبت في القرن الرابع ومستشهده بنقول من كتاب دار في القرن التاسع وبينه وبين البخاري 700 عام؟ الاخطر من هذا هو ان اللي ملكها بالشراء من عند ذاك اللي خطها هو سيدي عبد الرحمن المجدوب، الشاعر والمتصوف المعروف الزجال، اللي عاش في القرن العاشر الهجري، القرن الحادي عشر الهجري عذرا. اذا كنقول بان هذه بينها وبين البخاري ازيد من 800 عام. وعلاش تنقول بانها ما ديالش القابسي؟ اولا القابسي كان بصير ما كيشوفش، ما يمكنش يكون هو اللي خطها. قالوا لك هما لا، راه تلميذو الاصيلي كان تيخط ليه، ربما ملاها على الاصيلي وكتبها. هما دائما ربما عندهم راه هي العلم ماشي بالشك،
ربما تفيد الشك في المعلومه، تقدر تكون صحيحه تقول ما صحيحاش. هما تيقولوا ربما راه حلوا المشكل. على العموم كنمشي كنبحث في السيره ديال القابسي، تلقى هذا السيد القابسي راه ما مشى حج للسعوديه حتى لسنه 376 هجريه، وداك المروزي اللي كيقولوا راه تلاقى معاه مات في 371 هجريه. فكذا تتعلم منه صحيح البخاري هو السيد راه رشاو عظامه في القبر. الراجل مات في 371 هجريه والسيد ما حج حتى 376 هجريه. ومع ذلك الشيوخ ديالنا عالم المخطوطات المغربي تيقول لك راه تعلم من صحيح البخاري من عند المروزي، ونورمالمون في 376 المروزي راه مات لانه مات في 371. ربما رد فيه الله الروح حتى نظفت عليه كذا ورجع، لان البخاري عنده معجزات بزاف اكثر حتى من الانبياء. اذا البحث العلمي ما فيهش المطلق، هو نسبي وقابل للتصحيح، ولكن ما يمكنش نقبل انا هذا التصحيح الا اذا كان علميا. فكما اعتمدت على منهج علمي كنطلب من الناس اللي هما بغاو يردوا على رشيد ايلال يعتمدوا على منهج علمي اقوى ويردوا عليه من داخل المنهج اللي اعتمد، او على الاقل منهج ادق، او على الاكثر عذرا مع الاقل من نفس المنهج، او على منهج جديد اكثر دقه ويثبتوا الخطا ديالو. اما انك تقعد تهضر على المستوى الدراسي ديال رشيد ايلال وتحاول تبخس من عمله فقط بهذا الشكل، فهذا ما هذه ماشي علميه. وكوني مني كنقولها ودي راه ما ردوش، لا ادعي انني سميتو راه انا مطلق وانني غير قابل للنقد، لا ابدا، انا قابل للنقد. وكتاب تاعي راه ما خرجته للناس الا لكي ينتقد، ومستعد نتنازل على اي فكره قلتها بشرط واحد ووحيد، هو انها تكون طريقه النقد اللي تقدمها تكون علميه مضبوطه. لان في النهايه وهذا راه ما غادي يضرني حتى بشي حاجه، لان مني كيخرج واحد مفكر او عالم او باحث او ايا كان كيخرج واحد المعلومه اللي وصل لها وكيصحوا الناس المعلومه ليه، راه هو كيرتقي. كيف يرتقي؟ لانه كيصحح المعلومه تاعو فكيضاف ليه شي حاجه جديده، راه هو طلع من مستوى لمستوى اخر. رشيد ايلال ما عندوش شهادات مدرسيه، خارج من الثانيه اعدادي. كي دار رشيد ايلال حتى اصبح صحفيا، بل وانتخبوه مجموعه ديال الصحفيين بمدينه مراكش وبالجهه كرئيس للنقابه. كيفاش رشيد ايلال هذاك ولد الثانيه اعدادي تبارى في الشعر امام دكاتره في الشعر وحتى الرتبه الثانيه امام 105 من الشعراء؟ عرفتي باش؟ لانه كان يصحح نفسه، لانه كان يستفيد من غيره. كنت نصنت للناس، هذا قال لي لا هذيك ما كدارش ليها راه كيفاش كدار، كنتاكد من المعلومه وكنرقي نفسي وكنولي هاني حصلت على معلومه جديده، وغادي يوم بعد يوم اتعلم وتنقرا وكنستفاد وكنعرض المعلومات على الناس اللي هما افضل مني وكيصحوا لي اخطائي وكيبينوا لي هاد الطريقه الصحيحه، وكنحاول نغير من الطريقه وكنكتشف اشياء بوحدي وهكا. علاش؟ لانني انا اصلا كشاف، والكشاف عنده طريقه التعلم بالممارسه. انا امارس الكشفيه مني كان عندي 12 عام الى يومنا هذا. انا قائد في الكشفيه الان، حصل على الشاره الخشبيه داخل المنظمه المغربيه للكشاف والمرشدات، عضو الجامعه المغربيه للكشفيه. فمن صغري تنتعلموا ان التعلم يتم بالممارسه ماشي بالمعلومه الجاهزه، كتمارس وكترتكب الاخطاء ومن اخطائك تتعلم. فهذا هو اسلوبي، لا ادعي ولن ادعي ولا يحق لي ان ادعي المطلق، والا ساكون الها، لان المطلق هو الاله. وفي البحث العلمي ما كاينش حاجه سميتها المطلق، البحث العلمي دائما هو نسبي حتى تنوصلوا للنتيجه تنقولوا راه هي المنتهى، كتجي الكشوفات العلميه والاكتشافات العلميه كتثبت بان هذيك المعلومه راه غلطه، راه ماشي صحيحه، راه ها اللي صحيح. وهذا هو اللي جعل الناس يطوروا العلوم. راه نعم تفضل السي رشيد. انا الفكره وصلت صافي ماشي مشكل. السي رشيد بغيت اظن ان هذا الشيء راه مفهوم. السي رشيد واش ما جاوش عروض ان تكون
تكون مثلا حوار بينك نتايا وبين شي واحد كونتر الهضره ديالك اللي قلتيها وكونتر الكتاب ديالك؟ هو كان في البدايات يلا خرج الكتاب، وهذا من النكت الجميله اللي قل من يعرفها وربما اول مره غنهضر عليها. هو ان القباج المعروف في مدينه مراكش السلفي الوهابي الشيخ القباج كان طلب المناظره تاعي بعد ما اتصل باذاعه MFM، واتصل تحديدا بالصحفي اللي كان في الاذاعه انذاك مصطفى غلمان، وكان عنده برنامج ناجح، وطلب منه بغى يناظر رشيد ايلال في كتاب صحيح البخاري نهايه اسطوره. كيتصل بيا الدكتور غلمان بحكم هو زميل، احنا زملاء في الاعلام، كيقول لي ودي راه الشيخ القباج بغى يتناظر معاك في الكتاب ديالك صحيح البخاري نهايه اسطوره. قلت له شيء جيد، ولكن الكتاب دابا يلاه اعلنت بان راه بغي ندير حفل توقيع نهار الفلان الفلاني، الكتاب باقي ما خارج، كي درت تقراه؟ قلت لا ما قراش. قال لك عافاك اللي عندك شي نسخه جيبها ليه وبغيت تناظر معاك. ولله وشهدوا الناس المناظره، واحد يريد ان يناظرك ولم يقرا الكتاب. وانا نقول للدكتور غيرمان غريب، والسيد قرر انه راه انا على ضلال وهو على حق ولم يقرا الكتاب. ربما يحصل يقرا من يجي بيتناظر ويكون قرا الكتاب يلقى افكار ربما تقنعه. علاش قرر باش يناظر قبل ان يقرا الكتاب؟ قال لي وراه الشيء اللي عطى الله السي رشيد، واش ممكن نجيب لي نسخه من الكتاب؟ شحال باقي دي انذاك المناظره؟ بقات 3 ايام، يعني ان 3 ايام غادي يقرا فيها الكتاب وغادي يحللوا ويتثبت من المعلومات تاعو ويوجد الرد عليه في 3 ايام. ما كنظن هذا رقم قياسي، ما يمكنش، لان قراءه واحد بينتقد ماشي هي قراءه واحد بسرعه يقرا، فتكون قراءه ممحصه على الاقل خاصها واحد شهر ديال الاشتغال. ف 72 ساعه بغيتي كاودي دابا راه الليل هذا حتى الغدا انا غندوز ديك النسخه. المهم فعلا النهار الاخر كندوز ليه نسخه ما تلقاش الدكتور مصطفى غلمان، كنخليها عليه في الاذاعه ديال MFM هنا في مراكش. ما عرفتش امتى داز ليها القباز، ولا ديك الساعه 48 ساعه ما بقاش 72 ساعه كيحصل عليها. الليله بليلتها اللي كانت المناظره غتكون سميتو، يعني كانت هذا كانت تدخل المجلس العلمي اللي اوقف المناظره، وتم تاجيل المناظره الى اجل غير مسمى. هذا هو النداء الوحيد اللي كان جاني المناظره، وكان كاريكاتوري في الحقيقه، وقبلت انني نتناظر. لكن بعد ذلك ما بقاش جاني شي عرض يعني من شي شخصيه مهمه. كتلقى بعض الاطفال او بعدو تيبدا يعلق لك وتيقول لك انا مستعد نناظرك، عندما ما غاديش ندخل معاه في مناظره اصلا، ولكن انا على استعداد، وهكا نقولها امام الملأ، لمناظره اي شخص بغيت تناظر مع رشيد ايلان، لكن شريطه ان يمثل جهه دينيه، جهه تمثل جهه دينيه رسميه، بحال الازهر، بحال القرويين، بحال وزاره الاوقاف، المجلس العلمي، اي جهه رسميه تمثل الدين في نظرها، هي ممثل ديال الدين، انا مستعد نناظرها. ولكن باش يجي عندي ايا كان ويقول لي اجي نتناظر معك مع التسطير على ان المناظره لا تقدم ولا تؤخر. المناظره ما كتقولكش راه هاد السيد راه على خطا والاخر على صواب. راه اللي منهزم في المناظره لا يعني انه على خطا، راه يقدر يكون على صواب لكنه الحن في طريقه الدفاع، ما عندوش امكانيات في الدفاع على فكرته. وهذاك اللي انتصر ليس دائما تيكون مع الحق، يقدر يكون انتصر فقط لانه استغل الضعف ديال هذاك الشخص فسميتو في الدفاع على فكرته. وبالتالي فالمناظره هي اشبه بصراع الديكه. ثانيا كيقدر يكون مناظره وغنكون انا لان هوايا مع اكس غيبان لي اكس هو اللي انتصر، والاخر لان هواه مع ايغريك غيبان لي ايغريك هو اللي انتصر في المناظره. اذا في النهايه المناظره ما كتعطيكش في الحقيقه نتيجه صحيحه على الافكار المتداوله ايهما الاصلح، ولكن كتعطيك على ان فلان
اقوى من فلان فقط، هذوك الاشخاص. وبالتالي فالمناظره لا تحقق شيئا دابال هذا المعرفه، ولكن اللي كيحقق شيء دوبال هو ان انسان ملي كيخرج كتاب عباره عن بحث خاصو يترد عليه ببحث اخر، ماشي بمناظره. يتالف كتاب في الرد على هذاك البحث ويفند، لانه هو من يوثق بحوثه في كتاب راه خلاها للتاريخ، راه ما دارهاش في شي صالون مسدود عليه وبدا يدير، راه خرجها للناس. اي انسان عنده حق يرد، راه مني خرج راه محتاجش انت تجي تناظروا، لانه هو راه خراج لك بحثه في العالم كله ونشروا عند الناس. اذا الواجب انت اذا كنتي كتختلف معاه تدير بحث مضاد وتثبت بان السيد راه تيخربق وراه ما صحاش هذا الشيء ديالو. ماشي تقول لي اجي نتناظر معك على شاشه معينه ولا على صفحه معينه ولا كذا. هذا ضرب من الانتصار للذات، وانا لا احب الانتصار لذاتي، بل انا مع فكره سوقتها وبقيت خلفها، ما كنتش انا قدام هذيك الفكره. دابا الا كتبتي اسم رشيد ايلال في جوجل غادي يخرج لك في محرك البحث 100,000، واذا كتبتي صحيح البخاري نهايه اسطوره غادي يخرج لك في البحث ازيد من 500,000. هذا كيدل على ان كتاب صحيح البخاري نهايه اسطوره انتشر اكثر من انتشار اسم ديال الصاحب ديال مولاه اللي هو رشيد ايلال. وبالتالي بقيت انا خلف الفكره وسوقت للفكره، حتى ان شحال الناس يقولوا واش تعرف رشيد ايلال، يقدر يقول لك ما تعرفوش، ولكن الا سولتيه واش تعرف صحيح البخاري نهايه اسطوره تيقول لك عرفت الكتاب. اذا الحمد لله، هذا انا افتخر بهذه المساله انني نجحت في التسويق لفكرتي وليس لنفسي. اذا علاش اصلا تدعيني للمناظره باش تنتصر عليا ولا ننتصر عليك؟ وانا لا اسوق لشخص رشيد ايلال، سوقت لفكره رد على الفكره. هذا هو الخلاصه اللي نقدر نجاوب فيها على مساله المناظره. قبل انني ما نتحاور معك، انني شفت ديجا شي فيديوهات على الرد، والاكثريه كنلقى انهم كيركزوا في الكتاب كيركزوا على نهايه اسطوره، يعني نهايه الاسطوره، وكيديروا لك لا ديفينيسيون، يعني التعريف شنو هي الاسطوره وعلاش الاسطوره، واش البخاري كان يعني واش البخاري من الاساطير وكذا، وصافي وكيسالي الفيديو. صراحه حتى الساعه ما بليش زعما شي فيديو، نقدر نكون غلط انني ما طحتش في شي فيديو كيرد عليك، مي لا ماجوريتي الاغلبيه اللي شفت كانهم كيركزوا على العنوان ديال الكتاب ديالك وصافي، هادشي اللي كان. السي رشيد بزاف الناس انني ملي قلت لهم انني غادي نستضيفك كيقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله، ان السيد جاب الاسلام ديالو بوحده. شنو هو الاسلام ديالك السي رشيد؟ وهذه الكلمه بعدا ديال ضحكتيني الاستاذ الكريم. دابا هو راه اي واحد فينا راه عنده اسلامه بوحده او عنده فكره بوحده ان شئت، لان اشنا هو الاسلام؟ هو دين، ولكن هذا الدين واش ما كان نفهموش انا؟ يعني انا كنفهم، ومفهومي انا ماشي هو مفهومك انت، ماشي هو مفهوم الاخر، ماشي هو مفهوم الاخر. راح تري تقول لي راه انا ناخذ الدين تاعي من الشيوخ والعلماء، راه الشيوخ والعلماء اختلفوا اختلافا شديدا، راه ما اتفقوا على حتى شي حاجه. حتى ان احمد بن حنبل كيقول لهم من ادعى الاجماع فقد كذب، يدعي بان الامه جمعت على شي حاجه راه كذب. يعني هذه الامه راه ما اجتمعوش. اذا الاصل الحقيقه اللي ما بغاوش يعيقوا بها الناس هو راه ما كاينش دين واحد، ما كاينش اسلام واحد، كاين اسلامات. والا اللي علاش عندنا المذاهب الاربعه مثلا، المذهب الحنبلي وهذا المذهب الحنفي المالكي الشافعي، علاش عندنا اربعه مادام الاسلام واحد؟ وداخل المذهب اليس هناك اجتهادات داخل المذهب الواحد؟ كتلقى مثلا المذهب المالكي وكاين مجتهدو المذهب داخل المذهب المالكي مجتهدين ومختلفين بعضياتهم، لان طبيعه بشريه. داكشي علاش القران قال لك وكلكم آتيه يوم القيامه فردا، يوم القيامه سنحاسب كافراد. هكا تيقول القران، ماشي كاشخاص. على مستوى العقائد شحال من عقيده عندنا؟ المرجئه،
ها القدرية، ها الأشعرية، ها الماتريدية، ها المعتزلة، ها الشيعة، ها السنة، وداخل السنة مذاهب وفروق، وداخل الشيعة مذاهب وفروق. لماذا يوهمون الناس على أنه كاين إسلام واحد؟ وهذا منافي للحقيقة. ما كاينش شي فكر فيه فكر واحد. نحيدوا من الإسلام كاع، شو المسيحية، ها الكاثوليك، ها البروتستانت، ها الأرثوذكس، ها يهوه، ها مجموعة ديال المذاهب والكنائس والطوائف. داخل اليهودية أيضا حيدنا كاع من الأديان، أجينا نشوفوا الأفكار الوضعية الماركسية، ها الماركسية التروتسكية، ها الماركسية الماوية، ها الماركسية لينين، ها الماركسية تاعت هوشيمين، ها يعني لدينا ماركسيات فيها اللي تطبق وفيها اللي باقي غير كنظريات. إذا طبيعة الفكر، أي فكر يكون معه تفاعل، هذا التفاعل يتم من طرف هذا الفرد سواء بشكل إيجابي ولا بشكل سلبي. سواء يعني أنا مني كنجي كنتعامل مع الإسلام أو مع أي فكرة كيف ما كانت، راه كتكون فيها حمولة شخصية ديالي، الحمولة النفسية، الحمولة الاجتماعية، الحمولة التربوية، الحمولة المعرفية، الحمولة النفسية. وراه نفسية رشيد أيلان ماشي هي نفسية بن حمزة، السقف المعرفي اللي عند رشيد أيلان ماشي هو تاع بن حمزة، الخلفية الاجتماعية ديال بن حمزة ما هيش خلفية رشيد أيلان. أنا جبتهم على سبيل المثال، ماشي بالضبط رشيد أيلان وبن حمزة، نقدر نقول إكس وإيكغيك. وبالتالي فالفهم ديالي للدين راه هو فهم تاعي أنا في النهاية. وحتى داك الشيخ اللي أنا معجب به وكنحماق عليه وكنديرو هو يتحدث، راه نقدر نفهمه أنا بطريقة ماشي هو اللي قصد. نكونوا حنا كلنا في نفس المحاضرة، نستمع نفس المحاضرة، وانا غنفهم شيء وانت غتفهم شيء اخر، لان السقف المعرفي محدد، الجانب النفسي محدد، الخلفية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ديال كل واحد فينا محددة ايضا. لذلك ما يتعجبوش هاد الناس الى كيقول لك ان الرواكز بحال انها كتجمعنا نفس الحوايج لاباز ديال الاسلام كيجمعنا، كنختلفوا فقط في حوايج اخرين. واخا الله هو اول ركيزه، مزيان ياك، الله هو اول ركيزه في الدين الاسلامي. وي جميل جدا. واش الله ديال المعتزله هو الله ديال، يعني ان عندنا عقائد كثيره تختلفين. نعطيك هي ثم استوى على العرش. السلفيون يعتقدون ان الاستواء معلوم، فالله استوى بجسده على العرش، والكيف مجهول، الطريقه كيفاش استوى ما عرفناش، ولكن هو استوى. كيجيو الاشاعره تقول لك لا، الاستواء بمعنى الاستولاء على العرش، يعني الله استولى على العرش، حكم، فما مقصودش به راه استوى يعني جلس وارتاح وكذا. عاوتاني ان الله ينزل الى السماء الدنيا في الثلث الاخير من الليل فيقول هل من سائل فاعطيه، هل من داع فاستجيب له. هاد كلمه نزول، واش نزول حقيقي ولا نزول اعتباري؟ فئه قالت لك لا نزول حقيقي، وفئه تقول لك لا نزول هي اعتباري، زعما يستجيب للناس. هاهم اختلفوا حتى في الذات الالهيه، واش تنزيل نزول حقيقي ولا لا تنزيل؟ واش الله كاين عند مجموعه معينه في السماء فوق السماء السابعه؟ عند الاشاعره تقول لا يسال عنه بمتى كان، فهو خالق الزمان، ولا يسال عنه باين، فالله تعالى كان قبل خلق المكان، وهو على ما كان قبل خلق المكان، لم يتغير عما كان. لا يوجد الله في المكان، لأنه هو الذي خلق المكان وهو سابق عن المكان والزمان. لذلك ما يمكنش تحدد زمن ولا مكان لله. هم اختلفوا في العقيدة. أرنا القرآن واختلفوا في الفاتحة، واش هي من القرآن ولا ماشي من القرآن؟ مصحف أبي بن كعب لا توجد فيه الفاتحة، الفاتحة ليست قرآنا في نظره. عبد الله بن مسعود المصحف تاعو حسب الروايات انه كيقول لك اودي راه المعوذتين ليستا من القران، قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس ماشي قران، هذوك ادعيه. سوره الخلع وسوره الحفد، ابي بن كعب كاين هاد جوج سورات في القران ديالو، الان ما كاينينش. الامام مالك
يعتقد أن البسمة ليست من القرآن، الفاتحة ليست من القرآن. واش في راسك اختلفوا في عدد آيات القرآن على أزيد من 15 قولا، واختلفوا في عدد حروف القرآن في أزيد من 20 قول، واختلفوا أيضا في عدد كلمات القرآن. بنعرف هيش من أصول هادو عندهم اللي اتفقوا عليها. لم يتفقوا على شيء سيدي الفاضل، ما اتفقوا على حتى شي حاجة وما عمرهم اتفقوا، والطبيعة البشرية هكذا ما يمكنش تتفق. كلمة قل هو الله أحد، هذيك أحد راه اختلفوا في الفهم تاعها. واش الله أحد بمعنى واحد، ذاك رقم واحد؟ لا، واحد الفئة تقول لك لا، شي تقول لك هو واحد يعني فرد واحد، واخا تقول لك لا، راه أحد راه ذاك واحد اللي كتعرف انت واحد هو مخلوق من مخلوقات الله، والله ليس كمثله شيء، فما يمكنش يكون الله احد هو واحد، هو فرد، هو ذاك المقصود تاع شخص واحد. لا، اش الله اعلم كيف اختلفوا حتى في وحدانية الله. كيف هي فئة كتقول الله عنده اليد، فئة أخرى تقول لا، اليد رمز للجود والكرم، بأن الله جيد وكريم ما عندوش اليد. الاخرين تقول لا، ويكفروك الى رفض صفه اليد لله وصفه العين اذا ما اتفقوا على حتى شي حاجه استاذ. نعم جو بونس مفهوم. السي رشيد، واش نتايا عندك مفهوم الاسلام، واش القران وصافي اللي كيتسمى انهم قرانيين، ولا انك الاحاديث كتاخذ كما قالها واحد الشيخ انك كتاخذ اللي يعجبك واللي بان لك انه يتناقض مع القران كتحيده؟ نعم، لا هؤلاء ولا الى هؤلاء. رشيد أيلان عنده فكره جديده سميتها بالانبياء الجدد. كنقول بان الرساله الربانيه للعباد هي القران، ولكنها ماشي جات باش نطبقوها، بل جات باش تقول لنا راه ختمت النبوة، لأن محمد هو خاتم النبيين. فهذه الرسالة ديالو هي رسالة الختم، رسالة النهاية، باش تقول لك ودي راه البشرية الآن أصبحت قادرة أنها تسير راسها ومعرفة الحقائق بدون وحي، وبالتالي فالوحي لن يشكل أي إضافة للعقول البشرية. والواقع يشهد، الواقع تيبين باللي الآن البشرية تطورت ليس بالاعتماد على الدين ولكن بالاعتماد على البحث العلمي، وهذا ما يشير إليه القرآن من كيقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. قبل منها تقول كنا في اختلاف ألوانكم واختلاف ألسنتكم والجبال وكذا 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 وكذا، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويقول سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم يعيده. بتعرف كيفاش بدا الله الخلق، ماشي تعتمد على سفر التكوين ولا تعتمد على شي آية كتقول لك كيفاش بدا الخلق، لا، نقب في الأرض وبحث وكذا. كي دار داروين فاش جاب نظرية التطور، بحث في الأرض وفي المستحدثات والحفريات وعرف كيفاش بدأ الخلق. فالقرآن أيضا يطلب منك أن تبحث أنت لتصل إلى النتائج وإلى الحقائق. قل بتعرف التاريخ، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم. إذن هذه الأرض مليئة بالحكايات والقصص، نقب فيها وابحث واستخرج منها التاريخ. أيضا الكون كله فيه وحي، فيه نواميس، فيه قوانين. هذه النواميس وهذه القوانين شكون اللي كيكتشفها؟ الأنبياء الجدد اللي هما العلماء. كاين عندنا قوانين الجو، راه العلماء اللي كيكتشفوا هذه القوانين، وذلك وحي من وحي الله. الفيزياء، الكيمياء، النبات، الطب، التاريخ إلى غير ذلك. فهذه المكونات كلها هي اللي كتعطيني في النهاية كيفاش نوصل لهذه الحقائق. إذن نحن إزاء وحي جديد، وحي رباني إلهي كاين في الكون، وأن المستنبطين لهذه القوانين الإلهية، هذا الوحي الجديد المستمر في الكون، هم العلماء وهم الأنبياء الجدد اللي خاصنا نتبعوهم. هذا هو الفكر ديال رشيد أيلان فيما يخص الدين والتدين. السي رشيد، ما كيبان لكش ان الى كل واحد خدا الاسلام بالمفهوم دياله هو
غيوقع واحد السيبه، يوقع واحد العبات، كل واحد غيقول لك لا فهمت الاسلام هكا، وكل واحد يعني ما يكونش داكشي مأثر وانه يخرج. وعلى في نظرك كاين عندنا مفهوم واحد قبل قليل هضرت بينت بان ما كاينش عندنا مفهوم واحد للدين، كاين مفاهيم كثيره وكل واحد كيفاش كيفهم. المشكل اللي مطروح عندنا ماشي في نظري انا هو هذا، المشكل المطروح هو طبيعه الدين، وهو واش هو شأن فردي ولا شأن جماعي. فإذا كان شأن فردي فمن حق أي واحد يعتقد بما شاء متى شاء وأن شاء وكيف شاء. أنا عندي حق نعبد شجرة وأنت عندك حق ما تعبد والو، والآخر عنده حق يعبد داك الشيء اللي يبغى، ولكن عندما نلتقي على صعيد القيم المشتركة الإنسانية المشتركة، على صعيد القوانين المؤطرة المجال اللي احنا فيه اللي هو الوطن. فاحنا في المغرب واش الدين هو المؤطر ولا القانون هو المؤطر؟ مني كنمشي انا كنبغي نقاد لاكارت ناسيونال، راه اللي كيحدد لي المحددات ديال الوثائق لاكارت ناسيونال والاجراءات راه هو القانون. مني كنمشي كنبغي نشري دار، راه القانون اللي كيحدد لي، تنمشي عند النوطير ولا عند المحامي ولا عند كذا وكيوثق لي هذاك البيع والشراء. يعني ان بغض النظر عن اللون او العرق او الانتماء الديني، وضعيتي انا في المغرب كمواطن ماشي كمتدين، ماشي كمسلم او كيهودي او ككذا، راه نفس الحقوق اللي عند اليهودي المغربي هي اللي عند المسلم المغربي، هي اللي عند المسيحي المغربي. يتعامل في اطار القوانين المنظمه لهذه الدوله، وهذا هو اللي خاصه يكون. الدول الراقيه، الدول العلمانيه الراقيه اللي فصلت الدين عن الحياه العامه، كل واحد كيامن باش ما بغى، وفي النهايه كل شيء كيتلقى على صعيد القيم الانسانيه المشتركه في اطار ذلك البلد، واللي كيحكم تما هو القانون وسياده القانون. واش هذه الدول جاتها الفوضى؟ بعكس ان الدول اللي اتخذت من الدين كدين دوله، كدين للدوله، اش نتجات في النهايه؟ تطاحن والحروب بين هذه الفئات الدينيه. شوف افغانستان، بعد ما خرجت روسيا من افغانستان، اشنو ناضوا زعماء الفروق والقبائل وكذا اللي كاين تما يطحنوا بعضياتهم، شي تيذبح شي تيذبح شي، حتى انتصرت عليهم بالسيف وبالدم وبكذا وبالقنابل طالبان فحكمت. واش هذا هو المجتمع اللي بغيو يوصلونا ليه هاد الناس اللي كيدعيو لتوحيد الرؤيه؟ راه توحيد الرؤيه يعني اقصاء الرؤى الاخرى، يعني سفك دمها، يعني قتلها، يعني الجامها، وسياده راي واحد. شكون هو هذا الراي الوحيد؟ ماشي المقنع، لا، اللي كيملك قوه السلاح كيوقع في افغانستان، وكما يقع الان في العراق، حروب التطاحن بين افراد الشعب الواحد، وكيوقع في سوريا بعد ما جاء الربيع العربي اللي كنسميه انا الخريف العربي. اش وقع في النهايه؟ ها جبهه النصره هكذا هكذا، وشي تيذبح شي، ما بقاوش كيتقاتلوا مع النظام، لا بداو يتقاتلوا بعدا مع راسهم. علاش؟ لان كاين اجتهادات فقهيه ودينيه مختلفه. توجهات السلفيه الان، ها المدخليين، ها البازيين، ها الحوينيين، ها اتباع محمد حسان، وكل الفئات تدعي انها هي اللي عندها الدين الصحيح والاخرى تكفرها. فالعلمانيه كتحل المشكل لانها كتولي هي المؤطر. اما عندما يكون الدين مؤطرا فكيولي كيملك سلطه الاكراه، والدين من طبيعته ما عندوش سلطه الاكراه، لا اكراه في الدين. فملي كيولي الدين في الدوله وتيولي منظم بهذا الشكل اللي طرحتيه ديال التأطير وديال كذا، فكنفرضوا الراي الوحيد على الاقليات وعلى الاضعف، وكيولي عندنا ديكتاتوريه باسم الدين تتم. والاصل في الدين هو حريه التدين. فهكا انا كيبان ليا. والسلامه لنا هو اننا نطبقوا العلمانيه اللي كتبقى على مسافه من جميع الاطراف، وكيكون فيها حريه التدين الفردي، واللي بغى يمشي للكنيسه يمشي للكنيسه، واللي بغى يمشي للمسجد يمشي للمسجد، واللي بغى يمشي للجامعه يمشي للجامعه، واللي بغى يعني لا، كل واحد عنده اختياره وحر في الاختيار تاعو،
وما كيتعاملوش معاه الناس على اساس هذه الاختيارات الفرديه، بل على اساس انه مواطن وانه انسان كامل الاهليه كامل الانسانيه وكامل المواطنه. رشيد، كنت ملي قلت باللي غادي نستضيفك في الحلقه كانوا واحد بضع اسئله نطرحهم لك باش اننا نختموا. واحد قال لك واش فعلا انك قلتي ان محمد الشخصيه ديال محمد انه من الاساطير وماخوذه من الزرطشيه واليهوديه؟ وكنتحداهم يجيبوا لي شي جمله قلت فيها هذه الهضره. انا درت فيديو عنوانه هل محمد شخصيه حقيقيه؟ دونك خداوها وما تفرجوش في الفيديو، لان في الفيديو كنثبت بانه شخصيه حقيقيه، وكنقدم الوثائق اللي كتثبت انه شخصيه حقيقيه من وثائق معاصره ومن ما لدى الغير، ماشي اللي عند المسلمين. المسلمين ما عندهم وثائق معاصره للرسول، جبت وثائق اللي من عند الغير. ولا دخلتي لهذا الفيديو هذا قبل ما تفرج فيه وشوف التعليقات، غتلقى مجموعه تاع الناس تيسبوا سمعتيش قلنا لكم راه كان باقي بدا بصحيح البخاري باش يمشي يطعن في الرسول بانه غير موجود كاع، راه ملحد كافر فاسق وكاع دوك الالفاظ اللي تيشنفوا بها الاذان، وما تفرجوش في الفيديو. تيعلقوا بعض العقلاء عليهم تيقولوا مودي راه حرام عليكم، راه السيد راه تيثبت شخصيه الرسول، راه كيطرح سؤال، راه ما قالش حكم. هل شخصيه محمد شخصيه حقيقيه؟ طرحت سؤال وكان جاوب عليه في الفيديو. فهما مجرد السؤال على ان النبي محمد واش شخصيه حقيقيه في نظرهم جريمه، وبالتالي فانت تشكك في وجود الرسول، بالتالي فانت تنفي وجوده. في حين انني كنجاوب على مجموعه من الفيديوهات اللي طارت في اليوتيوب مؤخرا اللي كتقول بان محمد شخصيه اسطوريه لا وجود لها، وكنجيب في الفيديو ادله اللي كتثبت بانه شخصيه حقيقيه بوثائق ماديه معاصره ومما لدى الغير. الحوليات المارونيه، في تاريخ الارمن تاع سيبيوس، في عملات الى غير ذلك. نعم سي راشد. واحد قال لك شنو الرأي ديالك في الحريات الفردية ومن بينها المرتد والمثلية الجنسية؟ فماذا سمى حرية فردية إلا وأنني سأكون مع الحرية الفردية. لا أظن حرية أنه فردية. سولك على زعما مفهوم ديالك الديني. نعم. حيت أنا لا أتحدث باسم الدين بعدا باش نعرفوا، أنا ماشي فقيه باش نقعد نفتي، وأنا أرفض الفتوى أصلا، لأن ما عندي حتى شي حق شي حد يقدم فتوى باسم الدين، لأن غيولي متحدث رسمي عن الله. والتحت فينا ما عرف مراد الله في الأرض أشنا هو، بل ندعي فقط. وهنا كيعجبني واحد في فيلم ديال بيكي، فيلم هندي رائع جدا لعبقري السينما الهندية عامر خان، كيجي تيطرح هذه إشكالية التدين ومراد الله في الأرض. واش هاد الشيوخ سواء كانوا هندوس، سواء كانوا مسيحيين، سواء كانوا مسلمين، سواء كانوا أي دين، لأنه ينتقد جميع الأديان، واش فعلا هم يحققون مراد الله في الأرض؟ وتيقول واحد الجملة، تيقول الإله الذي خلقنا لا نعرفه، والإله الموجود الآن هو الذي خلقناه، نحن الذين خلقناه. وهذا الخلق اللي خلقناه فيه نفس الجشع ديالنا، نفس الطموحات ديالنا، نفس الغرور ديالنا، نفس يعني كل فقيه أو كل رجل دين تيحاول شخصيته يحطها باسم الإله على أنها مراد الله في الأرض. وهنا تنجت لنا الفتوى. فأنا أرفض الفتوى، ولكن كنقول بأن الحريات الفردية هي حريات فردية. ما خص، أنا رجل حقوقي يؤمن بحقوق الإنسان، فمن حق أي واحد يحترم قانون المجتمع ويمارس حريته الفردية باحترام قيم المجتمع. فأنا ضد أن المثلية الجنسية تكون واحد معنق واحد في الشارع وغادي بواحد الشكل اللي هو يستفز المجتمع أو ما يحترمش المجتمع. نرفض كما كنرفض أن واحد مع وحده يمارسوا الجنس في الشارع العام. هذا راه في جميع القوانين إخلال بالأدب العام، ولكن في إطار حدوده الشخصية، في إطار مكان ديالو هو في بيته أو في كذا، هو حر في حياته الشخصية يمارس اللي يبغى في إطار احترام خلفية المجتمع اللي هو فيه. لذلك فاش مثلا المسلمين كيمشيو لفرنسا، وفرنسا منع الحجاب مثلا
في الجامعات مثلا او في مكان عمومي، هذا حق، هذه فرنسا، الشعب الفرنسي حدد هذا القانون وبغاه. ما غنقولش اودي راه حريه فرديه تدير الحجاب هذيك السيده فين ما بغات، لا، راه خاصها حريتها فرديه في قاع دارها. ولكن ملي كيتولي هي في واحد المجتمع معين كتحكموا قوانين وديمقراطيه، وهذه القوانين وضعها هذاك الشعب بشكل ديمقراطي وكذا، فخاصني نحترم. ولا ما عجبنيش شحال نرجع لبلادي اللي انا جيت منها وفيها سميتو. لذلك الحريه الفرديه كيف ما كانت، سواء كانت دين، سواء كانت مثليه، سواء كانت اي شيء تتم، نعم، لكن مع احترام ثقافه المجتمع السائده، مفهوم. خاصنا نحترمها. واحد قال لك بعد التشكيك في صحيح البخاري نفيت وجود الصحابة العشر المبشرين بالجنة، وشككت في وجود أبو بكر الصديق في الغار، نفيت وجود شهر رمضان، فماذا تبقى في الإسلام؟ هو حتى حاجه من هذا الشيء اللي قال هذا السيد ما قلتهاش. هضرت يعني في هذه المواضيع اللي هضرت على شخصيه ابو بكر وعمر، قلت لا وجود تاريخي لهما، ماشي قلت راه ما موجودينش في الغار. يعني مساله الغار مع عدمه، يعني انا كان امن بوجود ابو بكر بانه شخص كاين، بل قلت بان ابو بكر وعمر هاد الشخصيات حتى الا كانوا فماشي هما كيفاش صورهم لنا التراث الاسلامي اللي كنعرفوا انه مبدا التدوين تاعو تمت الرسول بعد 300 سنه. فباش غنتحققوا من هذه الحقائق في غياب اي وثائق تاريخيه تثبت، لان التاريخ الغير مؤيد بالوثيقه راه تيكون حجايات ماشي تاريخ. ثانيا هضرت على مساله التبشير بالجنه، تنقول له ودي الرسول ما كيعلمش الغيب، والقران تيقول هذه الهضره، لو كنت اعلم الغيب لما استكثرت من الخير. كاينه ايه اخرى كتقول وما ادري ما يفعل بي ولا بكم. وكيفاش ان القران على لسان الرسول تيقول وما ادري ما يفعل بي ولا بكم، ما عرفش مصيري ولا مصيركم، ويحدد 10 ديال المبشرين بالجنه. اذا ولا يعرف مصير اصحابه، بان هذا بيدخل الجنه وهذا بيدخل جهنم، والقران ينفي عنه هذه الصفه، هذه الخصلات ينفيها عنه القران. فهاد الناس اذا كانوا مسلمين ويتسمعوا القران اش كيقول في حق النبي ديالهم، بانه راه لا يعرف، ما تعرفش الغيب. لو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير، ما تعرفش الغيب، والجنه والنار هي من الغيب. مصائر العباد ما كيعرفهاش باعتماد على النص ديال وما ادري ما يفعل بي وبكم، وهو ايه قرانيه. اذا ملي كنجي كتجيب هاد 10 المبشرين بالجنه وكتجيب هاد الايه، فهاد الايه تنفي هاد مساله العشره المبشرين بالجنه، لانه لا يعلم الغيب ويعرف مصائر العباد اللي نفاها عليه القران. ثانيا علاش هاد العشره المبشرين بالجنه كلهم من قريش؟ علاش هاد العشره المبشرين بالجنه ما فيهم تمره وحده، فيهم غير الذكور وكلهم من قبيلته؟ علاه زعما هذوك اللي نصروه اووه واستقبلوه في المدينه وكذا وكذا، اذا كانت الروايه، لان ما كاينش عندنا مؤيدات تاريخيه لهذه الاحداث حسب الروايات المتداوله، علاش ما يكون فيهم ولو مبشر بالجنه واحد؟ يعني امر غريب جدا، امر غريب عجيب جدا. كيجيبوا هاد الناس منين انت كتحاول تستخدم العقل وتهضر بالمنطق وكذا، فاش يقول له الغريب هو ان هذا السؤال اللي جبتيه هو ربط الاسلام بشخصيات ماشي شخصيه ما دينياش. فحتى الا كان ابو بكر الصديق كاين او العشره المبشرين بالجنه كاينين، فهم ليس شخصيات دينيه، ماشي رسل، ماشي انبياء، هم بشر عادي امن بالاسلام. فكوني مثلا طعنت في وجودهم او طعنت فيهم او في غيرهم، واش هذا يعني انني اطعن في الاسلام؟ الا كان هادو هما الاسلام. وهذه راه عقيده ربما غادي تخرق حسابات ديال الناس كلهم. يعني ان ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وهذه الاسماء كلها وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم راه هما الاسلام. وهذا راه ينافي حقيقه الامر. حقيقه الامر ان الاسلام هو دين انزله الله لهؤلاء، ولزول الرشيد قالوا ليه هو ولا هذا الشخص وكذا. اما انني نفيت رمضان فهذا كذب، انا ما قلتش رمضان ما كاينش، بل قلت بان التقويم الهجري خاطئ، والناس كيصوموا رمضان في غير وقته. التقويم الهجري بشكله الحالي ينافي حقيقه كي خاص يكون التقويم.
هذا هو الكلام اللي قلت، لان ديك الزيادات تاع النسيء اللي خاصها تتم كل 3 أشهر كيتزاد شهر نسيء ما كتمش، وبالتالي مرة رمضان كنصوموه في الصيف، مرة في الشتاء، مرة في الربيع، مرة في الخريف، مرة في كل مرة فاش. وإذا كان شهر رمضان الذي أنزل في القرآن، فاش نزل القرآن؟ واش نزل في الخريف ولا في الصيف ولا في الشتاء ولا في الربيع ولا في فاش نزل؟ إذا كان الرسول مات في شهر ربيع الأول، أو تولد في شهر ربيع الأول، راه كل مره فين تيجي هذا الربيع الاول؟ واذا كان شهر الربيع الاول يفيد الربيع، علاش كنجيو تلقاوه في الصيف وكنلقاوه في الشتاء وكنلقاوه في الخريف وكنلقاوه في الربيع؟ فهذا التقويم الهجري يتحرك، وحركيته لا تفيد ولا لا يمكن ان تحدد بها زمانا. لذلك فجميع الدول العربيه لا تعتمد التقويم الهجري فيما هو اداري. راه قلت بان السعوديه الى بغات تنظم كاس العالم مثلا اعتمادا على التقويم الهجري ما تقدرش تحدد تاريخ ديال ايام المقابلات، الايام تاع المقابلات واش الاثنين ولا الثلاث ولا الاربع ولا الخميس ولا الا بعد دخول الشهر ما تقدرش. ولكن في الميلادي ممكن، التقويم الشمسي ممكن انك تحدد. علاش؟ لان هذا التقويم كي كنعملوا به زئبقي غير ثابت، ما يمكنش تحقق به شي حاجه اداريه او تعطي به وعد او تخطط به اي حاجه للمستقبل، وبالتالي فهو غير نافع وما يمكنش تعرف به حتى رمضان. وبالطريقه هو احنا ديما رمضان يتحول. هذا هو كلام رشيد ايلال بخصوص هذا الكلام. فهاد الناس لا اظن انهم يستمعون لما يقول رشيد ايلال بقدر ما كيسمعوا الناس اش كيقولوا على رشيد ايلال وكيعتبروا راه قالوا رشيد ايلال، او يقتصرون على العناوين في الغالب. اخر سؤال سي رشيد، شنو الراي ديالك في ان داعش انها غيرت المقر ديالها جيوستراتيجي الى ساحل الافريقي وخطاب الرئيس الفرنسي ماكرون؟ نعم، داعش هي فكره ماشي اشخاص، وبالتالي حيت شحال الناس كيربطوا الارهاب بداعش ونساو القاعده ونساو قبل من القاعده بوكو حرام ونساو مجموعه ديال التيارات الفكريه الارهابيه كل مره كتاخذ اسم. فداعش راه هي ارهاب كل مره كياخذ شكل واسم معين. فالفكره بحال مثلا مجموعه اجناد البغدادي اللي كانت غتحاول تقتلني في 2018 كانت خليه ارهابيه تطلق على نفسها اجناد البغدادي، فخليه داعشيه ان شئت. واش هادو كيعرف البغدادي مثلا، البغدادي زعيم داعش انذاك، واش كان تيعرفهم واش كاين كاع على وجه الارض؟ طبيعه الحال ما كاينش تواصل اصلا، ولكن لانهم يؤمنون بالفكره يبايعون على الفكره وكيقوموا بالامر. لا يمكن ان نتحدث عن نزوح بقدر ما يمكن ان نتحدث عن انبعاث. فهذه افكار تنبعث هنا وهناك في الزمان وفي المكان. والفكر الارهابي الابادي راه كان من القديم، يعني ما مورس قبل 1400 عام باسم الاسلام راه كان ارهاب ايضا. سياده المستولي بالسيف والقتل ديال الناس باش يدير ما وقع حسب الروايات. داكشي دار ليزيد بعد قتل الحسين اباده جماعيه لهذوك واحد المجموعه ديال ال البيت، كيفاش دخلوا المدينه واستباحوها 3 ايام وحملات فيها 1000 امراه. هذا كله عمل ارهابي. وبالتالي فهو لا يقتصر على زمان او مكان معين او على اشخاص معين، لانه فكره تنتقل من هنا وتنبعث هنا وتغيب هنا وهكذا. وبالتالي طريقه محاربه هذه الفكره هي طريقه خاطئه، لان خاصنا نجفوا المنابع ديال الارهاب اللي هو الفكره. هو هذه النصوص اللي تغذي الارهاب. انا كانت تعجب كيفاش باقي عندنا مدارس ومؤسسات وشوارع تحمل اسم ابو هريره على طول العالم الاسلامي، وعندنا احاديث يرويها ابو هريره اللي كتامر بقتل الناس. كاين حديث تيقول لك بان الرسول تيقول ايما قريه حللتم بها فلكم سهم فيها، عندكم سهم، عندكم نصيب من هذه القريه، خاصكم تشدوه انتم لانكم انتم المسلمين المميزين. وايما قريه عصت الله
فإن لله وللرسول الخمس ولكم وهي لكم، فهي لكم بعد الخمس، فهي لكم، ديروا بها اللي بغيتوا. هذا عمل إرهابي. هذا في حديث عن أبي هريرة رواه مسلم، وحديث تعتبره صحيح وكذا. فأنا مني كان طفل صغير عندنا في مراكش مدرسة ابتدائية سميتها مدرسة أبي هريرة. هذا الطفل الصغير ملي كتعطيه هذا النموذج وكيقرا هذا النموذج اشنو روى وشنو قال على الرسول، فانت تربيه باتباع هذا المنهج. فمشكلتنا حنا في المناهج، مشكلتنا في ان ما بغيناش نتخذوا موقف صارم من هذه النصوص اللي كتغذي الارهاب، وهي وما اكثرها، والتفاسير، تفاسير القران اللي كتغذي الارهاب وما اكثرها. اذا خاصنا نجفوا المنابع، لان اسلوبنا لحد الان في مواجهه الفكر الارهابي هو ذو طابع امني، والمقاربه الامنيه ما عمرها كتحل المشكل، ما عمرها كتقضي على الجذور تاعو وتتجفف المنابع ديالو. فتجفيف المنابع لان المشكله هي صراع فكري خاصو يتم بدعم المتنورين، دعم حتى رجال الدين اللي كيحاولوا يقدموا تفسير عصري انساني للدين بشكل جميل جدا، ماشي نوقفوا ضدهم ونديروا وهذا، لان اي مواجهتنا للتنوير هو في تتم صالح الظلام. اما خطاب ماكرون اللي اثار الجدل مؤخرا، يعني في جدل اعلامي ان شئت، فمشكله المسلمين الان الذين يغضبون راه هما اللي كيقدموا الاسلام بهذا الشكل اللي كيهضر عليه ماكرون. راه ماكرون في النهايه كيهضر على الاسلام كيف قدمه المسلمون. راه حنا كنغوتوا وكنقولوا راه كاريكاتور مسيء للرسول في اوروبا، في شارلي ابدو ولا الدنمارك ولا ومني كتجي كتحقق كتلقى ما رسمه هؤلاء او ما قاله هؤلاء ماخوذ من كتبنا. وكيفاش صحيح البخاري كيقدم الرسول بانه حاول يغتصب امراه، كيفاش ان صحيح البخاري كيقدم الرسول بانه تزوج عائشه بنت 6 سنين. فإلا ناضوا الغرب وهضر بان الرسول ديال الاسلام بيدوفيل، راه حنا اللي قلناها ماشي هما. الا قالوا بان الرسول تاعكم راه شهواني، راه حنا قلناها. الا قالوا بان الرسول تاعكم راه كان مقابل الغزوات وتغتنى بالغزوات، راه كاين حديث صحيح مسلم: جعل رزقي تحت ظل رمحي، نصرت بالسيف وجعل رزقي تحت ظل رمحي. هذا حديث عندنا في كتبنا كنصحوه، في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، وكنصحوا هذه الاحاديث تنقولوا صحيحه. اذا مني كيهضر ماكرون على الاسلام بانه في ازمه وانه كذا وانه كذا، هذا واقع، وهذه الازمه خلقناها حنا كمسلمين، لان حنا اللي صورنا الاسلام تاعنا وعطيناه للناس هكا تولوا كيصفوه. حيت ماكرون ماشي سوقه يدخل معنا في جدال لاهوتي او جدال فقهي، هو ماشي مسلم، ولكن معظم المسلمين تيقدموا الاسلام بهذه الصوره. نحلوا عينينا ونشوفوا على طول الخط العالم الاسلامي واش فعلا كنعيشوا حنا كمسلمين ازمه ولا ما كنعيشوهاش. وبالتالي هذه الازمه اللي كنعيشوها المسلمين راه كيعيشها معنا دينا، لاننا حنا اللي كنشكلوا التصور ديال الدين في النهايه. ففي الحقيقه كاينه ازمه فقهيه، لان ما قدرناش نحلوا. العالم عنده مواثيق دوليه قدر يطور من الياته. حنا باقي عندنا فتاوى ابن تيميه اللي كتقول بقتل المخالف وقتل حتى المسلمين. باقي عندنا كلام ديال الامام احمد يسود في كثير من دول الخليج بانه اذا التقيت المسيحي اغمضت عيني، اذا التقيت النصرانيه اغمضت عيني حتى لا ارى بهما عدو الله. باقي عندنا فتاوى ديال انه يجوز اننا اذا دخلنا لشي دوله كافره بدون عقد امان عندنا حق نسبيو الناس تاعهم نسرقوا اموالهم. باقي عندنا فقه اللي كيقسم العالم كله لجوج: دار الاسلام ودار الحرب.
الدار التي يحكمها شرع الله هي دار الإسلام، ودار الحرب هي كل دار التي تحكمها شرع الله. باقي عندنا هاد الثنائية التضادية، باقي ما قدرناش يكون عندنا فقه اللي كيقبل الإنسان من حيث هو إنسان وكيتماهى مع الإنسانية. لا، احنا المسلمين، احنا شعب الله المختار. هذه الفكرة اللي كننتقدوا عند اليهود وكنمارسوها بشكل يومي في حياتنا. فإذا كانت هناك أزمة، خلينا العاطفة جانبا، راه فعلا كاينه أزمة. هذا ما تيبرأش تاريخ فرنسا الدموي، راه حتى فرنسا دوزات حتى حقها من هذا الشيء وكذا وكذا، نعرف ذلك. ولكن احنا ابناء اليوم، راه فرنسا طورات راسها وزادت لقدام. هي فرنسا دولة مستعمرة، فرنسا دارت هذه الأشياء كلها وكذا، ولكن الآن راه فرنسا شيء آخر. ولكن احنا اشنو حققنا؟ وحتى الا كانت استعمرتنا فرنسا فلان فينا قابليه للاستعمار. كي تيقول مالك بن نبي، مالك بن نبي تقول ما استعمروك يا وطني الا وفيك قابليه للاستعمار. لكننا نعيش ازمه حقيقيه كمسلمين، وبالتالي راه عاش الاسلام معنا، لان الاسلام ما يمكنش تفصلوا على الذات المسلمه، لان الذات المسلمه هي التي تقدم النموذج الاسلامي. بطبيعه الحال كاين هناك اراده الهيه اللي ما كيعرفها حتى حد، وكاين اراده بشريه راه هي اللي واضحه وظاهره، هي اللي قدمت الاسلام بهذه الصوره. اذا الا كنا كنتلقاو هذه الانتقادات اللاذعه من الغير، فخاصنا نتعلموا ننتقدوا نفوسنا. اذا كنا ما بغيناش شي حد يسيء للنبي ديالنا، فنبحثوا عن النصوص داخل كتبنا وداخل تراثنا المسيئه للنبي ونحذفوها. فما غيبقاش الاخر عنده باش غادي يطعن لك في الاسلام تاعك. ولكن احنا خلينا هاد النصوص وتنكفروا كل من رفضها. وسير نقول لهم راه الرسول ما تزوجش عائشه عندها 6 سنين ودخل بها بنت 9 سنين، تيقول كافر زنديق. ومني الاخر تيقول لهم بيدوفيل، تيقول ليه كافر زنديق. وراجل تزوج عنده كدا 50 سنه، تزوج طفله عندها 6 سنين، اش ممكن تسميه من غير بيدوفيل؟ ترى المشكله فيك انت اللي قدمتي النبي تاعك بشكل سيء جدا، وكتلوم الاخر علاش يوصفوا القباحه. راه القباحه انت اللي صنعتيها، القبح انت اللي صنعتيه، النتانه انت اللي صنعتيها وقدمتي بها دينك. اذا لماذا تلوم الاخر وكتقول له ودي علاش هذاك الاخر دار يعني طعن في الاسلام ودار كذا كذا كذا؟ هذا كلام عاطفي جدا. اي ضيف كيكون عندي شد معاه ستون، اخر حاجه كنختموها شي ميساج، شي رساله ولا شي نصيحه بغى يوصلها باش نسالي. نعم، شكرا لك. وبعد الشكر لكم على الاستضافه الجميله اللي كنتمنى تكون يعني ناجحه، وكنتمنى تكون انها تشكل واحد الاضافه للبرنامج ديالكم. فكنطلب من الناس، اي يعني من الرواد ومن المتابعين ديال هذا البرنامج ديالكم، باش ما يحكموش على الناس من خلال عناوين او من خلال ما قاله اخرون عن هؤلاء الناس. نقراو في فكره الناس، نشاهدوا فيديوهاتهم، نشوفوا اش كيقولوا، نوقفوا على حقيقه ما يقولون، وبعد ذلك نكونوا الراي تاعنا. فمني كنكونوا انا ذاك رايي تيكون راي عقلاني وراي حقيقي ديالي انا، ماشي ديال اخر، او ديال انني قريت عنوان وولت واكتفيت بالتاويل فوليت بحال دون كيشوت ديال لا مانشا. دون كيشوت اللي كان تيقاتل طواحين الهواء وهي غير موجوده اصلا، فانت ستقاتل اشياء غير موجوده. هذا من جهه. من جهه اخرى هو ان نرتقي جميعا. احنا راه كنا مغاربه وكنا كنعيشوا في هذه البلاد وكنا بينا لها الخير، بينا لها الخير برمتها، بجميع المكونات تاعها، بجميع فصائلها، بجميع تياراتها. فما يمكنش نبنيو دولة قوية إلا بأننا نتلقوا على هذا البعد ديال المواطنة، ماشي بعد الطائفي ولا البعد الانتماءات الإيديولوجية الضيقة أو الانتماءات مذهبية ضيقة. فإلا بغينا نحقوا السمو وبغينا نحقوا السؤدد، فجميع القوى الحية البلاد يجب أن تنصهر في بوتقة واحدة اللي هو الوطن للرفع من الشأن تاعو. وهذا ما يمكنش يكون إلا بوعي تام بأن العلاقات الإنسانية هي أكبر من أي علاقة أخرى. وشكرا لكم.
مفهوم. شكرا السي رشيد على لاكسيبتاسيون عاوتاني، ميرسي بوكو. وبغيت نشكر الناس اللي كيسمعوا وصلوا حتى لهنا وكيسمعونا، وبغيت نقول لهم ك نشوفوا ولا نتقاشعوا في ايبيزود اخرى كيف العاده، ماشي كما لي زيبيزود اللي قبل. شكرا سي رشيد، تحياتي. مرحبا، شكرا.